السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي إخوتي، كما تعرفون نحن الآن نعيش في بلدنا. أبناء شعب إيران يعيشون حالة الحرب، كما أن حالة الحرب هي الحالة المسيطرة ليست فقط على إيران بل على جميع بلدان وشعوب المنطقة. إذن الحالة ليست حالة عادية، هي حالة استثنائية، وهناك مأمهة من الغبار أو من الضبابية تحكم هذه الحالة، وهناك تطرح مئات الأسئلة عن مآلات هذه الحرب، ومتى ستنتهي هذه الحرب، ماذا ستكون نتيجة الحرب، هل من سيكون الرابح والخاسر في هذه المعركة، هل تأتي مثلا أمريكا بقوات برمائية ليقوم باحتلال بعض مناطق إيران أو الجزر الإيرانية، أو مثلا لماذا قام النظام باستهداف دول المنطقة، ما أن كل هذه الدول أعلنت قبل الحرب أنها ليست طرفا في هذه الحرب، وحتى أعلنت أنها لن تسمح لأمريكا باستخدام أراضيها لمهاجمة إيران. وبعدين ما هو دور المقاومة الإيرانية في هذه المعركة؟ هل استراتيجية المقاومة الإيرانية نفس الاستراتيجية التي بنتها منذ عقود أم تغير؟ إذا سقط النظام بفعل عمليات القصف وعمليات الحرب، كيف سيكون الحكم التالي، الحكم في اليوم التالي بعد الحرب؟ وهناك أيضا أسئلة أخرى، لماذا يقوم مثلا بعض الأطراف بالدفاع عن النظام الإيراني في هذه الحرب؟ هناك مئات من الأسئلة في هذا الوقت اللي نحن فيه. إذن كيف نستطيع أن نخرج من هذه الحالة التي حقيقة يمكن أن نسميها بحالة ضبابية كما قلت، أو حالة غبار سياسي واستراتيجي؟ إذن أعتقد أن من المفضل نحن نركز على ثوابت. هذه الحقيقة هي التي صرح بها زعيم المقاومة الإيرانية الأخ مسعود رجبي في الرسالة التي بعث بها قبل أيام في بداية العام الإيراني الجديد إلى الإيرانيين وإلى مختلف الأطراف. يعني هذه الرسالة، لأنكم تعرفون نحن اليوم نعيش اليوم السادس من العام الإيراني الجديد، في بداية هذا العام بعث بهذه الرسالة. وفي هذه الرسالة أنا أقرأ لكم فقط فقرة بسيطة من هذه الرسالة لنعرف ماذا يجب أن نفعل. يقول السيد رجبي: في خضم هذا الاضطراب وبين كل هذا اللهيب والدخان والغبار الذي يحجب الأبصار، يجب البحث عن ركيزة راسخة ومجموعة من المبادئ الهادية الواضحة الخالية من الالتباس، لتكون موضع اعتماد وتحرر الذهن من التواءاته، فلا يتقاذفه الإعصار يمينا وشمالا كريشة في مهب الريح. وأضاف أن هذا الواقع أو هذا الواجب هو حاجة التليع قبل الآخرين، يعني من هو في ساحة النضال من عناصر المقاومة الإيرانية يقول هذا حاجة كل ثائر متمرد، وإلا وقع بدرجات مختلفة في شرك بغايا الشاه والشيخ، وفي غبطة كتابهم ومناديهم ورواد منابرهم. إذن يجب علينا أن نعتمد على الثوابت، على الركائز وعلى الأسس الراسخة، حتى نستطيع أن نعبر هذه الحالة، وأن نعرف ماذا علينا أن نفعل وكيف يجب أن ننظر إلى الواقع. لهذا السبب نحن نتشرف بأننا دعونا من الأستاذ محمد محدثين
وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ليشرح لنا موقف المقاومة الإيرانية في وقتنا هذا. الأستاذ محدثين كما تعرفون هو من القادة الأوائل لحركة مجاهدي خلق ولقادة المقاومة الإيرانية. بدأ نضاله ضد نظام الشاه قبل أكثر من 50 عاما، كان لأكثر من حوالي 4 أعوام في سجون الشاه، وبعد ذلك أصبح المسؤول عن العلاقات الدولية في حركة مجاهدي خلق، ومن ثم مع المسؤول عن لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. فهو الرجل الخبير بدقائق الأمور فيما يتعلق بالشعب الإيراني وبإيران كبلد وبتاريخ إيران وبالنظام الإيراني طبعا، وأيضا بمواقف المقاومة الإيرانية. إذا أعتقد من المفيد جدا أن نسمع إلى الأستاذ سيد المحدثين لنعرف كما قلت مواقف المقاومة الإيرانية، وبعد ذلك يأتي دور طرح الأسئلة والرد على أسئلتكم. نحن جاهزين إن شاء الله بعد حديث أستاذ محدثين. شكرا أخي العزيز الدكتور زاهدي. السلام عليكم جميعا ومساء الخير وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. إيران اليوم تعيش حالة الحرب بمنطقة الشرق الأوسط أيضا في أزمة غير مسبوقة. جميعنا نعرف أن مصدر هذه الأزمة وأساسها قبل كل شيء هو النظام الملالي في إيران وممارساته القمعية والإرهابية، وخاصة سياسة تصدير الإرهاب والحروب إلى الدول الأخرى وفرض الهيمنة على المنطقة. سياسة المهادنة التي اتبعها الغرب خلال أكثر من 4 عقود وتقديم التنازلات لهذا النظام جعل النظام في وضع استطاع من المضي قدما في تحقيق أهدافه. مع الأسف كان لمحاولات جيراننا ودول المنطقة لإقامة علاقات ودية مع النظام بهدف تهيئته دور في مواصلة هذه السياسة. نحن قلنا مرارا إن هذا النظام غير قابل للإصلاح ولن يتخلى عن صنع القنبلة النووية وعن تأجيج الحروب في المنطقة، وهو لا يلتزم بأي اتفاق. في ديسمبر 2003 وبعد أشهر قليلة من احتلال العراق، أعلنت السيدة رجبي أن خطر تمدد النظام الملالي في العراق وسيطرته على العراق أكبر 100 مرة. خطر هذا التمدد أكبر 100 مرة من خطر النووي. كما أننا دعونا باستمرار إلى تشكيل جبهة موحدة ضد التطرف الديني على مدى السنوات 25 الماضية، لكن جيراننا بدلا من اتباع سياسة هازمة تجاه النظام كانوا بصدد تهيئته من خلال كسب وده. واليوم وللأسف أصبحت تلك الدول نفسها هدفا للصواريخ هذا النظام وطائراته المسيرة والمدنيون الأبرياء ضحاياها. قبل 22 عاما قالت سيدة رجبي في البرلمان الأوروبي لا لسياسة المهادنة مع هذا النظام ولا للحرب الخارجية، نعم للخيار الثالث. الخيار الثالث أي نعم للشعب الإيراني ومقاومة المنظمة. والآن بعد حربين تم إثبات هذه الحقيقة، إن حل هذه الأزمة يكمن في إسقاط النظام على يد الشعب والمقاومة الإيرانية. فالحلقة المفقودة في السياسات الإقليمية والدولية المتعلقة بإيران هي تجاهل دور الشعب والمقاومة. دائما حديث يدور
بين طرفين النظام وأمريكا ويتم تجاهل أكثر من 90 مليون إيراني. والسؤال الآن هو كيف يمكن إسقاط النظام، هذا النظام الذي لا يتورع عن ارتكاب أي جريمة للحفاظ على بقائه. لقد أثبتت تجربة السنوات الأخيرة أن فرضيات مثل انهيار النظام بشكل ذاتي أو عفوي أو تغييره عبر الشبكات الاجتماعية والقنوات التلفزيونية ما هي إلا وهم. فالإطاحة بالنظام تتطلب قوة إيرانية أصيلة وقوية، يد ضاربة نابعة من صميم المجتمع الإيراني، قوة نازلت ضد ديكتاتورية الشاه وديكتاتورية الملالي معا، قوة لا تلعب دور شرطي المنطقة كما فعل النظام الشاه، ولا تسعى للهيمنة على المنطقة وتشكيل خلافة شيطانية باسم الدين والإسلام كما تفعل الملالي الديكتاتورية ولاية الفقيه. إن منظمة المجاهدي خلق الإيرانية في قلب تحالف واسع يحظى بدعم اجتماعي كبير وفي صميم انتفاضة منظمة قادرة على إنهاء حكم هذا النظام. بشكل محدد نحن نتحدث عن عنصرين أساسيين. أولا، يعيش المجتمع الإيراني حالة الانفجار، هذا الوضع الذي تجلى في انتفاضة يناير هذا العام يتفاقم يوما بعد يوم، وسيكون هذا الانفجار بعد انتهاء الحرب الحالية أشد قوة واتساعا مما سبق. الشعب الإيراني اليوم يعيش بين مطرقة القمع وسندان الحرب، لكن بعد الحرب سيتحرك وينتفض. ثانيا، توجد في إيران قوة مقاتلة ومنظمة، وهي منظمة مجاهدي خلق. تنشد وحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق منذ أكثر من عقد في جميع محافظات إيران وقد وجهت ضربات متواصلة للنظام. وفي العام الإيراني المنصرم قبل أيام نفذت هذه الوحدات 4092 عملية وأكثر من 13,000 نشاط سياسي وإعلامي مناهز للقمع في جميع المحافظات. وخلال انتفاضة يناير هذا العام شاركت هذه الوحدات في 630 عملية لتوسيع نطاق الانتفاضة وحماية المنتفضين. وقد فقدنا أكثر من 2000 من أعضاء هذه الوحدات خلال أيام الانتفاضة، ولا نزال نجهل عدد الذين استشهدوا أو اعتقلوا منهم في هذه الانتفاضة. أسماء جميعهم موجودة لدينا. كان الهجوم الجريء الذي شنه 250 من عناصر منظمة مجاهدي خلق على مقر خامنه‌ای ومركز صنع القرار في قلب تهران العاصمة في 23 فبراير هذا العام منعطفا هاما. فهذا الموقع مقر خامنه‌ای كان أكثر النقاط تحسينا في إيران. وقد قدمت منظمة مجاهدي خلق الأمم المتحدة أسماء ومعلومات 82 شخصا ممن قتلوا أو اعتقلوا في هذه العملية، وتتراوح أعمارهم مع أعمار هذا الأفراد أعمارهم بين 18 و 69 عاما. قبل كل شيء حملت هذه العملية رسالة مفادها إن قوة جبارة قد تشكلت في قلب تهران في قلب القمع، قادرة على مواجهة النظام على نطاق واسع
في طهران في عاصمة الحكومة. وقد استمر عمليات مقاتلي مجاهدي خلق وتوسعت على الرغم من الظروف الأمنية الصعبة خلال هذه الحرب. وفي يوم الاثنين 16 مارس ردا على قمع و تعذيب السجناء في محافظة خوزستان جنوب إيران هاجموا مبنى المحافظة ونفذت هذه الوحدات 31 عملية في 3 مارس و20 عملية في 15 مارس ضد قوات الحرس و قوات البسيج و غيرها من المؤسسات الأمنية. من المناسب في هذه النقطة أن نعرض لكم مقطع فيديو من نماذج من عمليات و نشاطات وحدات المقاومة. هل بإمكانكم؟ درود بر رجوی. زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران. يوم الاثنين 16 من مارس وردا على قمع وتعذيب السجناء في محافظة خوزستان شنت وحدة من جيش التحرير الوطني الإيراني NLA هجوما جريئا على مبنى المحافظة في مدينة الأهواز. هذا الهجوم هو رد ساحق على جرائم النظام ضد السجناء في سجني شيبان وسبيدر، وخاصة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في هذين المركزين للتعذيب، ويظهر العزم الراسخ على تحطيم آلة القمع. ارتش آزادی بخش ملی کانون شورشی. درود بر رجوی. درود بر رجوی. بالإضافة إلى وحدات المقاومة تتمتع منظمة المجاهدي خلق بشبكة اجتماعية واسعة. هذه الشبكة تضم قطاعات واسعة من المجتمع الإيراني بما في ذلك عائلات أكثر من 100,000 شهيد من شهداء الحرية وعائلات مئات الآلاف من السجناء السياسيين على مدى السنوات الماضية. واستطاعت
عفوا أكرر. بالإضافة إلى وحدات المقاومة تتمتع منظمة مجاهدي خلق بشبكة اجتماعية واسعة. هذه الشبكة تضم قطاعات واسعة من المجتمع الإيراني بما في ذلك عائلات أكثر من 100,000 شهيد من شهداء الحرية وعائلات مئات الآلاف من السجناء السياسيين على مدى السنوات الماضية. واستطاعت شبكة مجاهدي خلق أن تضع العالم على أكثر أسرار النظام سرية بما في ذلك أسراره النووية والأمنية والإرهابية. في الوقت الحالي يشعر النظام بقلق بالغ من تجدد الانتفاضة واندماجها مع وحدات المقاومة، ويسعى النظام من خلال إجراءات مختلفة منع تجديد الانتفاضة. في 10 مارس صرح أحمد رضا رادان قائد قوى الأمن الداخلي وفي 5 مارس العميد الحرس سالار آبنوش بأن الأوامر قد صدرت بإطلاق النار على كل من يحتج وإن الأصابع على الزناد. إن الأوامر قد صدرت بإطلاق النار على كل من يحتج وإن الأصابع على الزناد. كما إن إعدام السجناء السياسيين خلال أيام الحرب يحمل رسالة إن انتفاضة الشعب هي التحدي الحقيقي لوجود هذا النظام. إخواتي أخواني، مجلس خبراء النظام قام بتنصيب ابن خامنه‌ای مجتبی في موقع ولي الفقيه. بذلك تحول النظام إلى نظام وراثي فاشي باسم الدين. ومع تعيين مجتبی خامنه‌ای تضيق قاعدة الحكم أكثر فأكثر ويصبح اعتمادها بشكل أساسي على قوات الحرس والأجهزة الاستخباراتية، مما يجعلها أكثر هشاشة وضعفا. ويكشف تعيين ابن خامنه‌ای حقيقة أخرى، وهي أن النظام لا سبيل أمامه سوى مواصلة نفس السياسة التي اتبعها على مدى السنوات الماضية. لكن في الوقت نفسه تعيين مجتبی خامنه‌ای ملكا للنظام، تعيين مجتبی خامنه‌ای ملكا للنظام دفع ابن الشاه السابق إلى الوراء وأبطل هذا المشروع الاستعماري. تعرفون أن النظام الملالي يحاول بث الفرقة في المجتمع الإيراني من خلال استغلال فلول الشاه. وقد رفع الشعب الإيراني إلى مظاهراته شعار الموت للنظام سواء كان الشاه الموت للظالم سواء كان الشاه أم الولي الفقيه. وبذلك أثبت أنه يعارض العودة، إن الشعب يعارض العودة إلى الماضي. في 28 فبراير أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بعد موت الخامنه‌ای عن تشكيل حكومة مؤقتة لنقل السيادة إلى الشعب الإيراني. تتمثل مهمة هذه الحكومة المؤقتة بعد إسقاط النظام نقل السيادة إلى أصحابها الحقيقيين، أي الشعب الإيراني، في غضون أقل من 6 أشهر. وكما أعلنت السيدة مريم رجوي فإن شعار المقاومة الإيرانية والحكومة المؤقتة هو السلام والحرية وتأسيس جمهورية ديمقراطية على أساس خطة النقاط العشر التي تعتبر خلاصة الخطوط العريضة ومشاريع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. هذه الخطة تنص على فصل الدين عن الدولة، الحكم الذاتي للمكونات والتنوعات الوطنية الإيرانية، وإيران غير نووية تعيش بسلام مع العالم أجمع وغيرها من البنود. وقد شاهدنا في الانتفاضات الأخيرة في إيران وكذلك في المظاهرات التي
أقيمت في الخارج إيران بدعوة من المقاومة الإيرانية بأن مكونات الشعب الإيراني من الفرس والعرب والكرد والبلوش والتركمان والآذريين متضامنون في جبهة واحدة ضد نظامي الملالي والشاه. سيداتي سادتي، طالما بقي هذا النظام في السلطة فلن ينعم شعب الإيران ولا شعوب المنطقة بالاستقرار والرخاء، وما دام هذا النظام قائما فإنه لن يكف عن التدخل في شؤون دول المنطقة والعالمين العربي والإسلامي وتصدير الإرهاب والهروب إليها. لقد قال خامنئي مرارا وتكرارا: إذا لم نقاتل في سوريا والعراق ولبنان واليمن يتعين علينا أن نقاتل في تهران وإصفهان والمدن الأخرى. وقد كان خامنئي محقا في ذلك، فاليوم أيضا لن تتخلى بقايا هذا النظام عن سياسة تصدير الحروب والإرهاب. إنما السبيل الوحيد هو إسقاط هذا النظام، وهذه هي المهمة العظيمة التي نهضت بها المقاومة الإيرانية بدعم من الشعب لتحقيقها. نحن لا نطلب من المجتمع الدولي ولا من جيراننا مالا ولا سلاحا ولا جنودا أجانب، فمنظمة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية قد حصلت على هذه الإمكانيات طوال الأعوام 47 الماضية، وستواصل الحصول عليها بالاعتماد على قاعدتها الشعبية الواسعة بين أبناء الشعب الإيراني. فالشعب الإيراني الذي يقدم أبنائه فداء للحرية والديمقراطية لن يبخل ببذل ماله بالتأكيد. أما ما نطلبه من المجتمع الدولي وخاصة من أشقائنا في المنطقة فهو: أولا، اتخاذ موقف حازم تجاه النظام الإيراني وقطع العلاقات معه وإغلاق سفاراته. فقد أثبت التجربة أن هذا النظام يستغل هذه العلاقات لتصدير الإرهاب والهروب إلى دول المنطقة. ثانيا، الاعتراف بالحكومة المؤقتة والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. هناك تصور خاطئ مفاده أن التعامل الحازم مع هذا النظام يثير أداءه، بل على العكس تماما. فقد أثبتت التجربة الطويلة أن التعامل الحازم يدفع النظام ليكون أكثر حذرا في نهجه. أيها الأصدقاء الأعزاء، إن الشعب الإيراني ومقاومته بالتعاون مع دول المنطقة قادرون تماما على الوقوف في وجه الفاشية الحاكمة في إيران باسم الدين وزمان إحلال السلام والصداقة في المنطقة. وفي هذا الإطار تمد المقاومة الإيرانية يد الصداقة إلى جميع جيرانها والدول العربية والإسلامية. نشكركم جميعا. وهنا نريد أن نعرض عليكم لقطات من مقطع فيديو من نشاطات جيش التحرير الوطني الإيراني، يعني عرض عسكري أو نموذج من العرض العسكري للجيش التحرير الوطني الإيراني سابقا.
إذا سمحتم لي أنا أشير إلى ضرورة عرض لقطة من هذا العرض العسكري، وأقرأ لكم أيضا فقرة من رسالة الأخ مسعود رجبي، الرسالة الجديدة. يقول فيها: لو أن جيش التحرير بقواعده على 14 وأسلحته وعتاده كان مرابطا عند حدود الوطن وكان حرا في التحرك، لكانت نتائج انتفاضات 2009 2017 2019 2022 و2025 مختلفا تماما. لكانت نتيجة أو نتائج الانتفاضات مختلفة تماما إذا كان هذا الجيش مرابطا على حدود الوطن. ويضيف وأضاف الأخ مسعود في رسالته: ونحن نملك وثائق تسليم 9176 قطعة سلاح خفيف وثقيل إلى القوات الأمريكية خلال حرب احتلال العراق عام 2003، تشمل 920 مدرعة، 1123 رشاشا مدرعا، و510 قطع مدفعية، و308 منظومات دفاعية، و17,000 سلاح فردي، إضافة إلى 17,318 طنا من الذخائر. هذه كانت الجيش التحرير الوطني. إذن وجود أو سابقة هذا الجيش وتاريخ هذا الجيش يقول لنا بأن الشعب الإيراني وأبناء الشعب الإيراني باستطاعتهم وبمقدرتهم بأن يقوموا بواجبهم وبمهمة إسقاط هذا النظام، إذا لم تكن السياسة المتبعة لدى الغرب، سياسة المهادنة والمسايرة مع هذا النظام، وإعطاء الامتيازات لهذا النظام من خلال يعني إعطاء الامتيازات على حساب المقاومة الإيرانية، كما فعلت القوات الأمريكية في تجريد جيش التحرير من أسلحته في عام 2003. عفوا، مع أن المقاومة الإيرانية وجيش التحرير أعلن قبل ذلك رسميا من خلال الرسائل التي بعث بها الأخ مهدثين إلى مختلف الدوائر الرسمية الغربية من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية البريطانية بأننا لم نكن ولن نكون طرفا في الحرب، لكن بفعل سياسة المهادنة والمسايرة مع الأسف حصل ما حصل. وكما شرح الأخ مسعود في رسالته، كانت نتيجة الانتفاضة غمع الانتفاضة بيد من حديد من النظام الإيراني ضد أبناء الشعب. ولو كانت قوات جيش التحرير على الحدود لم يستطع النظام أن يفعل ذلك وأن يغمع الانتفاضات. بالتأكيد الانتفاضات كانت قبل ذلك بكثير تتكلل بالنجاح وبالانتصار.